في 3 ملحوظات نسيت اقولهم في الفيديو اللي فات. الملحوظة الاولى، اول ما الشاشة هتفتح على الوضع دوت. طبعا ده الوضع الثنائي ملناش دعوة بيه. هتقولي ليه؟ هقولك هو هيكسبك حلو، بس هيخسرك اكتر، فهتلاقي نفسك واحدة واحدة تخسر فلوسك كلها، فبلاش منه يعني. دي اول ملحوظة. فانت هتحول من الوضع الثنائي لوضع الاسهم ازاي؟ هتدوس على كلمة AUR شرطة USD ديت، نفس المربع اللي قلتلك عليه المرة اللي فاتت. هيفتح لك اهوت الشاشة ديت، هتختار الاسهم. اختار الاسهم يا سيدي. اهو فتح لك قائمة الاسهم، وزي ما قلت لك في الفيديو اللي فات، دي لستة الاسهم اللي انت هتنقي ما بينها، الاسهم اللي انت هتشتغل فيها. تمام، وليكن فيسبوك مثلا. نختار الاصل. الو، برضه هو هيشرح لك الدنيا ماشية ازاي. هتقول له التالي. بيقول لك هنا ده، بيقول لك لوت دوت هو الحد الادنى لعدد الاسهم اللي انت بتقدر تشتريها في الصفقة الواحدة، عدد اللوتات يعني. وهنا ده زرار وضع الطلب، بيوضح لك عدد الاسهم في اللوت الواحد، يعني بيقول لك اللوت بيساوي قد ايه من السهم. والمربع دوت بيقول لك تظهر منطقة الاستثمار التكلفة الإجمالية اللوتات يعني المحددة، لا يمكن تعديل هذا الحقل. ده هنا بيقول لك اللوت بكام، أو عدد اللوتات اللي انت شاريها سعرهم كام. تالي. الو، بيقول لك اهو، هل انت جاهز للشراء؟ انقر على زر ضع الطلب لتأكيد عملية الشراء. لنبدأ. هقول هنا بيقول لك يمكنك دائما العثور على نصايح البدء في هذه القائمة. هندوس عليها اهو، يا قائمة دي نصايح البدء اهي. وضع التداول قلنا ملناش دعوة بيه، يعني انت هتشتغل على وضع الاسهم وزي ما شرح لك من شوية، هيقول لك نفس الشرح اللي قلناه من شوية. تمام، عرفنا يا عم، عرفنا الدنيا ماشية ازاي. ماشي يا عم. عرفنا الدنيا ماشية ازاي. دي كانت اول ملحوظة. تاني ملحوظة، لما هقول لك تاني على طريقة الشراء، هندوس تنفيذ طلب، عشان في ملحوظة عايز اقول لك عليها في الحتة ديت. تعديل 100 تطبيق جالي ارباح 1% لما السعر يوصل، سعر السهم 613 دولار. وفي الخسارة لما الشركة تقفل، وده مستحيل. هندوس تأكيد لما السعر اللي بيتحرك على الشمال دوت يخبط في المربع المكتوب فيه الاستثمار، يخبط خبطتين. مستنينه يخبط خبطتين، او خبط الخبطة الاولى. ادي الخبطة التانية. هندوس تأكيد. طبعا انا عشان فاتح سكرين ريكوردر فالموضوع عندي بطيء. انت عندك هيبقى الموضوع اسرع من كده. اهو ضرب الصفقة اهو.
بيقولك تهانينا لقد فتحت اول صفقة لك معنا، قم بإدارة صفقتك في اي وقت في قسم احدث الصفقات. انت هتقوله رائع اهو، الصفقة مفتوحة اهيت، جايب لك الصفقات الاخيرة، الصفقات المفتوحة، صفقة فيسبوك، وسعر الاصل السعر اللي انت ضربت عنده الصفقة 607 دولار، سعر السهم يعني. اما سعر اللوت عامل، اللوت اللي هو جزء من السهم 9.11 دولار. فعامل لك هنا لسه الصفقة محققتش ارباح، هتدوس على السهم دوت. افتح لك تفاصيل الصفقة، فيسبوك، السعر اللي انت ضربت عنده الصفقة، حركة السهم من ساعة ما ضربت الصفقة لحد الوقت الحالي، مبلغ الاستثمار 9.11 دولار، قيمة اللوت 15 من 1000 سهم من فيسبوك، وعملنا حد جني الأرباح وحد وقف الخسارة. الملحوظة اللي أنا عايز أقولك عليها هي ملحوظة الرسوم. هنا الرسوم أول ما بتفتح الصفقة بتبقى 3 من 100 دولار، اللي هو جنيه ونص تقريبا. فلما الصفقة تبقى، لما الرسوم بتبقى 3 من 100 دولار، انت هنا في السيف زون عادي، هتسيب الصفقة تقفل اوتوماتيك لما تجني ارباح 1%. اما بقى لو الصفقة طولت هتلاقي الرسوم دي زادت، بقت 5 من 100 7 من 100 على حسب المدة اللي زادتها يعني. تقريبا بتبقى 5 من 100 لما الصفقة تزيد عن 7 أيام، وبتبقى 7 من 100 لما الصفقة تزيد عن 10 أيام. فلما توصل لأي رقم من دول أو فيما فوق، فأنت هنا هتضطر تقفل الصفقة بنفسك، ما تقفلهاش اوتوماتيك. طب هتقفلها امتى؟ طبعا انت بتبقى ظابط المنبه كل ربع ساعة يرن عشان تشوف تشوف صفقاتك اخبارها ايه، الصفقات اللي كسبت وكده. ف هتبص على الصفقة، هتشوفها حققت ارباح ولا لسه. زي ما انت شفت من شوية وريتك ان هي لسه محققتش ارباح. فانت هنا لما تلاقيها محققة ارباح ولو بسيطة، 1 من 100 مثلا وفيما فوق، هتقفلها بنفسك بربح اقل من 1%. طب ليه؟ عشان لو سبتها في حالة الرسوم الزيادة، لو سبتها تقفل اوتوماتيك هياخد منك رسوم بزيادة، اللي هي الرسوم هنا هتشمل الارباح وجزء من راس المال. فانت عشان ما تتفادى الحوار دوت، هتقفل الصفقة بنفسك على ارباح قليلة اقل من 1%، احسن من مفيش. تمام. وعندك باقي تفاصيل الصفقة اهوت، الارباح والخسائر حتى الوقت الحالي، فتحناها امتى، سعر الفتح، السعر الحالي. ودي تاني ملحوظة كنت عايز اقولك عليها. اما الملحوظة التالتة، نقفل دي خلاص. الملحوظة التالتة، ارجع يا عم يا عم. ايوه، الملحوظة التالتة كنت عايز اقولك ايه، بخصوص البيانات اللي هتدخلها لما يطلب منك انك تكمل بياناتك يعني. هنخش على الملف الشخصي، البيانات اهيت، الاسم والمعلومات الحساب. ايوه، الملحوظة اللي انا عايز اقولك عليها اللي هي الرمز البريدي. هيطلب منك حاجة اسمها الرمز البريدي. ايه الرمز البريدي دوت؟ اللي هو الارقام ديت، اللي هو 891 شرطة 753 شرطة
2 4 6 4 الارقام ديت، الارقام اللي هيديها لك ديت طبعا هو هيديك ارقام مختلفة عن دي. الارقام اللي هيديها لك هي دي الرمز البريدي اللي هطلبه منك. تمام، هتكتب الرقم زي ما هو كده، زي ما هو كده. تمام، وهطلب منك ايه تاني؟ آه سجل التداول. سجل التداول ده الصفقات اللي انت عملتها، فتحناه في الشريط اللي على جنب من شوية. تحليلات، بيقولك انت عملت تداول قد ايه. احنا الصفقة حاليا عشان الصفقة ما قفلتش فمش عارض حاجة، لما الصفقة تقفل هيعرضها هنا. التحقق من الحساب، بيحمل اهو. سرع الفيديو عشان ما تملش. اه هنا هيقول لك لا توجد مستندات مطلوبة الآن. قم بعمل إيداعك الأول واستكمل المعلومات اللي في الملف الشخصي. طبعا انت بتعمل إيداع الأول عشان تأكد جدية ان انت عايز تفتح حساب. تمام، فالمهم بقى بعد كده زي ما قلت لك في الفيديو اللي فات، لما تيجي تسحب هتدخل بياناتك، المبلغ اللي عايز تسحبه، المحفظة. وبالنسبة للرقم، المحفظة اللي انت عملت منها دي لازم هي اللي تسحب بيها، ايا كانت طريقة الدفع تبقى نفس اللي هتسحب بيها. وبالنسبة لرقم التليفون هتكتب، لو انت مثلا 011 هتكتب 2011 وتكمل رقمك عشان يبقى الرقم مكتوب صح. وهيطلب منك الاسم الاول، الاسم الاخير، البريد الالكتروني، وهتقدم طلب. هيقول لك ان اوراقك مش كاملة، فانت هيكتبها لك بالاحمر فوق كده، فانت هتدوس على اللي مكتوب دوت وتمشي ورا الخطوات. هيطلب منك صورة البطاقة وش وظهر، هتصورها بكاميرا 13 ميجا بكسل عشان تبقى واضحة. وهترفع له الوش وهترفع له الظهر، هيراجعوها في خلال 4 ايام عمل. العطلات الرسمية قلت لك عليها قبل كده في الفيديو اللي فات. و ايام غير العطلات الرسمية دي اللي بتبقى ايام العمل، بيراجعوا في 4 ايام. في خلال ال4 ايام هيردوا عليك، يا اما يقول لك الصورة مش واضحة، يا اما يقول لك الصورة واضحة والدنيا تمام. بعد يقول لك الصورة واضحة والدنيا تمام، هتقدم طلب سحب تاني، هتكتب بياناتك تاني وتقدم طلب. الطلب بيجاوبوك عليه في خلال يومين عمل. في خلال يومين هتلاقي الفلوس وصلت لك على المحفظة. و... وهكذا. و... تاني كنت عايز اقول لك عليه. ودول الثلاث ملحوظات اللي انا كنت عايز اقول لك عليهم، نسيت اقولهم لك في الفيديو اللي فات. و
ولو الفيديو عجبك اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة لسه مشتركتش، وتفعل زر الجرس عشان يوصل على الكل، عشان يوصلك كل فيديوهاتي الجديدة، عشان تعرف بنزل من وقت للتاني الصفقات اللي بكسبها، بعمل فيديوهات بيها. وبرضو بقدم نصايح يعني. لو في اي ملحوظة هقول لك، هنزل لو في اي ملحوظة عرفتها يعني. لو في اي ملحوظة هقول لك عليها لو في اي ملحوظة عايز اقولها لك هعمل لك فيديو بيها. و و وبس كده. كان معك دكتور فارس. لو عندك اي اسئله قولي تحت في الكومنتات. لو الفيديو فادك اتفرج على باقي الفيديوهات في القناه هتروق عليك اكتر. استنيك هناك. وبرضه هسيب لك لينك الفيديو اللي فات في وصف الفيديو في اول تعليق مثبت. سلام.